بمعنى الكلمة كرة القدم تمثيل. اللي صار في مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا أكبر صدمة من قوة اللي صار في هذه المباراة. مشجع من مارسيليا كسر تلفاز منزله، ولاعب النصر جواو فيليكس مات من الضحك. ايش اللي صار يا هيمكس؟ اسمعوا صدموا. في مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا كانت فرصة تأهل بنفيكا إلى دور 32 من دوري الأبطال شبه مستحيلة. ليش؟ لأنهم كانوا يحتاجون خسارة مارسيليا وكوبنهاجن وأيندهوفن وأتلتيك بلباو ونابولي، وفوقها كمان لازم يفوز على ريال مدريد بفارق هدفين. وفوق كل هذا بنفيكا يمر بفترة صعبة مع المدرب جوزيه مورينيو. ومع بداية مباراة بنفيكا وريال مدريد امبابي سجل الهدف الأول وصعب الأمور على بنفيكا. والصدمة بنفيكا سوى ريمونتادا على ريال مدريد وسجل 3 وأصبحت النتيجة 3-1، وهذا اللي كان يحتاج بنفيكا فارق هدفين على ريال مدريد. ولكن للأسف الموضوع ما طول وإمبابي سجل الهدف الثاني وصارت النتيجة 3-2. والصدمة الكبرى حصلت في الدقائق الإضافية. في الدقائق الإضافية حصلت 3 أشياء. الأولى 2 من لاعبي ريال مدريد انطردوا بالكرت الأحمر. والثانية مدرب بنفيكا مورينيو طلب من حارس بنفيكا التقدم على مرمى خصمه. والثالثة هي المعجزة، لاعب بنفيكا عرض الكرة على الصندوق وحارس المرمى ضرب الكرة براسه بطريقة خيالية تاريخية دخلت المرمى. وهذا معناها ايش؟ معناها انه بنفيكا فاز على ريال مدريد بنتيجة 4-2، وهذا معناها انه بنفيكا حقق الشرط الاول اللي هو انه يفوز على ريال مدريد بفارق هدفين. والشرط الثاني وهي خسارة 5 أندية حصلت. نابولي خسر من تشيلسي، وأيندهوفن خسر من بايرن ميونخ، وأتلتيك بلباو خسر من سبورتنج لشبونة، ومارسيليا خسر من كلوب بروج، وكوبنهاجن خسر من برشلونة. وهذه معناها ايش؟ معناها رسميا بنفيكا اتأهل دوري 32 من دوري أبطال أوروبا، والخمسة الأندية اللي ذكرتها خرجت من دوري أبطال أوروبا. تخيلوا 5 أندية تخسر ويفوز بفارق هدفين على ريال مدريد وكمان في آخر الدقائق. مستحيل. هذه كرة القدم، صدقوني إنها تمثيل.